أي شيء أحب إليك قال لون حسنا وجدنا حسنا وقال قتل الناس قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لون حسنا وجدنا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البل أو قال البقر هو شك في ذلك إسا شكي جنا هو وان أنيما راوي دي بسيم سابا إسحاق محمدي إسحاق إساك آية إن لا بلا سؤال قال أحدهما لي وقال آخر البقرة فأعطينا تشرا فقال يبارك لك فيها وآتى الأقرى فقال أي شيء أبو ليك قال شعر نسل ويذهب عني هذا قد قتل الناس قال فمسعه فذهب وأعطي شعر نسل قال أي المال أبو ليك قال البقر قال فأعطاه بقرا حاملا قال ويبارك لك فيها وآتى الأعمى فقال أي شيء أبو ليك قال يرد الله علي بصري فأوصل به الناس فقال فمسعه ورد الله إليه بصره قال فأي المال أبو ليك قال الغنم فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا وكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم ثم إن وتل أبرز في صورته ويأتي فقال رجل مسكين تغطى بالحبال ويسر فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعيدا أتبلغ عليه في سفره فقال له إن الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك لم تكن أبرز يقدرك الناس فقيرا أعطاك الله فقال لقد ورثت لكابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأدلك في سورة وحيد فقال له مثل ما قال هذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت أعمى في سورتي فقال رجل مسكين هو ابن سبيل وتقاطعت به الحبال في سوري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك مسلك الشهادة تبلغ به في سوري فقال إن كنت أعمى فرد الله بصري إن كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك بالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبيك باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف الفتح في الجبل قاوة غارة خيسة تيجي والرقيم الكتاب كتابة جيجو مرقوم أي مكتوب من كتابة الرقم رقمي رافو لمي ربطنا على قلوبهم جيجون ألهمناهم صبري صبرا لقب سيفنا جيجو شططا إفراط وصنا بين سجيجو إفراط الوسيد وسيد جيجون الفناء أبادا جيجو وجمعه وسائد جميسا وسائدو في ووسيدولا جيجو ويقال الوسيد الباب هو الباب هلا اللين جنين جيجو مؤسدة موسدا جيجون مطبقة كلهم تو جيجو آسد الباب آسد الباب جيجون كله جيجو وأوسد أوسدان معنان تقوما جيجو بعثناهم آسد الباب في أوسدان تقوما جيجو بمعنى واي قول برت بعثناهم جيجون أحياء إسان كافني أحييناهم جيجو أزكى أسكا جيجون أكثر ريعا فايدة ترفي الدوك أبو جيجو على آذانهم وضرب الله على آذانهم ربي الربا قرصاني رت الربا ندربيا فناموا نرفنيا رجما بالغيب جيجون لم يستبين أدان بابتنا وقال كمسي عنجاني جيجو وقال مجاهد جايدة كجي تقردهم جيجون تتركهم إسان ديفتي جيجو راجي باب حديث الغار آه. حدثنا اسماء بن خليل اخبرنا علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين ذات نفر من كان قبلكم يمشون اذا صاب مطر فاووا الى غار فانطبق عليهم فقال بعض لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق فليدعو كل رجل منكم ما يعلم انه صدق فيه فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عملي لي على فريق من ارز فذا وتركه دوبا أجير خولي تكو خنادة لقيت تيجي سجود عمل لي- الوزارة فذهب وتركه وأني عملت ذلك الفرق فزرعته نين في كاسيجي فصار من أمره أن اشتريت منه أمري بقرة سجود سنير أني كان بيتون تيجي بقرا أوري وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى ذلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من الرز فقلت له اعمد إلى ذلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانسحت عنه مسارته فقال قال الله منكم تعلم انه كان لابوان شيخان كبيران فكنت اتيهما كل ليله بلبن غنم لي فابطات اليها ليله فابتعت عليه ما قل إسان راني لباية يلقن تكو فجئت وقد ركعتا واهلي وعيالي يتداغون من الجوع فكنت لا اسقي متى يشرب ابوايا فكرهت ان اوقظهما وكرهت ان ادعوهما فيستكنا بشربتهما سخسلا تان جيجو لغاتي ساني غيسا فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني بعد ذلك من خشيتك فرج عنا
فانسات عنه مسعود واتجه إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم إنه كان الابنة عمي من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها ب100 دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليه فأمكنتني من نفسها فلما قالت بين رجلها فقالت اتق الله ولا تهد الخاتم إلا بحقه فقلت وتركت المائة دينار فإن كنت تعلم أني بعد ذلك من خشيتك فرجعنا فرج الله عنهم فخرجوا فأبتنا أبو اليمن أخبرنا شعبة أبو الدينار عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبو رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين امرأة ترجع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترجع فقال اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم رجع في السري ومر بامرأة تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال أما الراكب فإنه كافر وأما امرأته فإنهم يقولون لا تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. حدثنا سيد بن تليد حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن عازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كلب يطيف بركية كاد يقتل رأسه إذ رأته بغية من بغايا بني إسرائيل فرأت موقعها فسقطه فغفر لها به. حدثنا عبد الله بن سلمة مالك بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن إنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج المنبر فتناول قصة من شعر رفين سراتات خباش رفين سراتات يجو وكانت في يدي كانت في يدي أركفو لسي كتاته حرسي أركفو لسي ساتي يجو فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ينام مثل هذا يقول إنما أهلكت بني إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم بن سعد النبي عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مدى قبلكم من المحدثون وإنه إن كان وإنه إن كان في أمتي هذه فإنه عمر بن الخطاب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عدي عن شعبة عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال هل من توبة قال لا فقتله فجعل يسأل فقال رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فنهى بصدره نحوها فاقتسمت فيه الملائكة الرحمة وملائكة العذاب فهو الله إله الذي أنت قربي وهو الله إله الذي أنت بعيد وقال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. علي بن عبد الله سفيان أبو الدينار عن الأعرج النبي سلمة عن أبي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أول الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنكم خنت أمر يني دبتيا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم أجلين جرني جيغابسون. وبينما رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب بها منها بشار فطلبها حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لا يوم السبت يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله الذي يتكلم وقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم وعدنا عليه سفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي رضي النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باتي سعد جلخينيا هاتي رجل خينيا حدثنا عيسى بن سنة أخبرنا أبو الرزاق أن معمر أن أمام أن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة في أسهم فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبت منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحكم إلى رجل فقال الذي تحكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال آخر لي جارية قال انكلوا غلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقات عبد العزيز بن عبد الله قال سمي مالك ومحمد بن منكدر وعن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله انا من مساعد النبي وقاسم النبي انه سمع ويسال اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون ريس ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرارا منه لا يخرجكم الا زياده قرات مرا deefni isarraa ta'e isin hin baasin jechuuta illaan ziyaadaa godha
زائدة للتوكيد حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا داود بن ابي فرات حدثنا عبد الله بن بريدة ايام ويعمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعني فاخبرني انه عذاب بعثه الله على من يشاء وان الله جعل رحمة للمؤمنين ليس من هديك او طاعون فيمكث في بلده الصابر متسما فيعلم انه لا يصيب الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشاهد حدثنا وتم سيدنا ليس من شاب ان عروة عن عائشة رضي الله عنها ان قريش عمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يطلع عليه الا اسامه بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب ثم قال انما عليك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سلك فيهم الشريعه وتركوا واذا سلك فيهم الطيب وقاموا عليه الحج وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها حدثنا ادم بن شعبة عبد الملك بن ميسر قال سمعت النزال بن صبرة الهلالي عن المسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعرفت في وجه الكرادة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا حتى عمرو بن حفص بن أبي بن قال يستنشكون قال عبد الله كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل نبي من الأنبياء ضربه قومه فدموه ويمسح دم وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون أتنا الوليد أتنا أبوه ونتنقضت عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا ربي نريد تبلي سيجان فقال لبني فلما هدر أي أبي رخصه الله ربي إساخني التنجيجوا آيات الله قرأ أي أب كنتم لكم أبا كمين سنيتي قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيرا قط تكاغارين دلغني فإذا مت فارقوني ثم استاقوني ثم زروني في يوم عاصم ففعلوا فجمع الله عز وجل فقال ما عملك قال مخافتك وتلقوا برحمتي وقال رحمة ذات ربي نسلك بي الله فقال معاذ بن شعبة قد وسمعت عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أتنا مسدنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير الربيعي بن هراش قال عقبة لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت يقول إن رجلا هدى له الموت ولما أيس من الحياة أو سأله إذا مت فاجمعوا لها طبعا كثيرا ثم أوروا نارا حتى أكلت اللحم وخلصت إلى عزم فخذوها فأطفنوها فذروني في اليم في يوم نهار أو راحل فجمع الله فقال لما فعلت قال خشيتك غفر الله قال عقبة وأنا سمعت يقول سنا أبو موسى حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك وقال في يوم راح يا كان كل سجل خيس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم بن سعد بن شهاب بن عبد الله بن عتبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت مسرا تجاوز عنه لا الله يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا ممر عن سوريا عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسلم على نفسه ولما ادرك الموت قال لبني اذا انا مت فارقوني ثم طعنوني ثم زروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذب أحد فلما مات فولد بذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا وقع فقال ما عملك على ما صنعت قال يا ربي خشيتك فغفر له وقال غيره مخافتك يا ربي حدثني عبد الله بن محمد اسماء حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصيب امرأة في رد سينة وهي حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي طعمت ولا سقتها إذ هبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض نامت من إنسان سورية من سوريا الربيع بن هراش حدثنا أبو مسعود عقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستطع فافعل ما شئت. حدثنا آدم بن شعبة منصور قال سمعت الربيع بن هراش يحدث عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا بشير محمد أخبرنا عبد الله أخبرني يونس بن سوري أخبرني سالم أن ابن عمر حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري تابعه يونس جل خايا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وابن قال حدثني ابن طاووس عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد كل امه اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فغدا لليهود وبعد غد للنصارى على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل راسه وجسده. وحدثنا آدم بن شعبة وكان عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم وأتى النبي سفيان المدينة آخر قدمة فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحد يفعل هذا غير اليهود. وقال وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة آدم جلك غندر ديم شعبة راقر يجب اللجة